السلام عليكم. لسنوات طويلة كانت خليدة طومي وزيرة للثقافة في حكومات مختلفة بالجزائر، والآن صدر حكم جديد بسجنها بتهم من بينها اختلاس أموال عمومية، كما حكم أيضا بحبس المفتش العمومي بالوزارة عبد الحميد بن بليدية. أدان القضاء الجزائري اليوم الأحد خليدة طومي وزيرة الثقافة السابقة بالسجن 4 سنوات، منها عامان موقوفا النفاذ عن تهم إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية. وأصدر مجلس قضاء الجزائر عقوبة 2 حبسا نافذا بحق المفتش العام السابق بالوزارة نفسها عبد الحميد بن بليدية. والتمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر نهاية كانون الأول ديسمبر الماضي عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا بحق خليدة تومي وعبد الحميد بن بليدية بتهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية، لا سيما أثناء تنظيم التظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها تومي على رأس قطاع الثقافة. وكان مجلس قضاء الجزائر أدان خالد تومي في شهر يوليو الماضي ب4 سنوات حبسا نافذا في هذه القضية التي تمت إعادة برمجتها بعد قبول الطعن بالنقض من طرف المحكمة العليا.